أحسن إلى من أساء إليك. يا حتى اللي أساء إليه وقال لك ليه؟ قال لك لأنك أنت أحسنت إلى من أساء إليك، شذبت غضبه. أنت عملت دي، هو عمل فيك كده وأساءك وأنت جايب له إحسان، تقوم دي أنت قلمت أظافر غضبه وحطمت أنياب افتراءه عليك، يقوم يمكن يخجل. ما خجلش يبقى ربنا اللي خلقكم وأمر بده ده هيقول لك تعالى في حضني بقى. زي ما تدخل تلاقي ولد من أولادك ضرب الولد الثاني، قلبك وعطفك يبقى مع مين؟ مع المضروب أم مع الضارب؟ مع المضروب. مع المضروب، وتطبطب عليه وتشوف هو عايز ايه، لدرجه ان الضارب يغير من اخوه اللي انضرب لانه قد عطف ابوه. يقوم يجي يمكن لاخوه يقول لك ما تضربنا انت رخر شويه كده عشان ابونا يعطف علينا ولا بتاع. هو ربنا يقول احسن ابدا. ولذلك احنا قلنا لكم من لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم. ما يظلموش. الحسن البصري بيقولوا له كيف نحسن اليه؟ ده ضد طبع الانسان. سيء اليه واحسن اليه. قال لك الا تحسن الى من جعل الله في جانبك؟ هو لما اساءك خلى ربنا في جنبك، يبقى ما تحسنش للي خلى ربنا ايه في جنبك؟ قال له لا واحسن. اللي بلغوا انه فلانا اغتاب وكان جاي له هديه طبق رطب كده في اوائل الرطب، فقال للخادم احمله الى فلان وقل له إن سيدي يقول لك بلغني أنك أهديت إلي حسناتك بالأمس. مغتابه وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. ولذلك ربنا يعمل مراعي عشان يستل ضغن من الأخ على أخيه. يقول والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ معناه حبسه، زي ما تكظم القربة كده لو عملتها كده تنفجر معها. طب الكاظمين الغيظ موجود لكنك انت ما عملتش عمليه نزوعيه، سكت. والعافين عن الناس يعني يطلع الغيظ